عندي بيت بقصيده يقول بعدنا بلا عرس والوادم تقول ما حد عرس بذول اليتامى. سودة علي. شايفه بعد هاي الناس من تسألك، أوي. الناس تسألك يمتى تعرس يمتى تتزوج. وانت يتيم اصلا. اي فانا رحت للمقبره حاكي والدتي الله يرحمها. قصيده كامله هي اقول لها يمه بعدنا بلا عرس والوادم تقول ما حد عرس بذول اليتامى. سودة علي. اي والله. زين اقرا لي هاي القصيدة، حافظها؟ حافظها هي. يلا زين، انت تكتب غزل او شيء لو لا؟ إيه كل شيء اكتب. خلاص تسمعني على الوالده، يعني من رخصه مصورنا يعني بعد لازم استغله، ما يخالف مخرجنا. يلا سمعني قصيده على الوالده وقصيده غزليه. صح. ما شلون يكتب هذا الولد مخيف. الله يسلمك. يلا. انا ما زايرها نهائيا 14 سنه. ليش؟ بعد صغير ما تعرف شيء، ما اعرف الوضعيه، فرحت لها كبران متغير ملامحي متغيره. وصلت لها للقبر الله يرحم والديك، قلت لها يمه مالك عرف بي مضيعه وليد، اريد اضحك وراويك ابتسامه، تتذكرين اخر ضحكه وياي ضحكنا وبينا ضحكه ندام، منهد ما قلتي يا ابني لوحدك نام، لهسه وانا ادور ليل انام، لهسه بلا غطا ومن يعبر الليل يفززني البرد فزة حمام، عرفتي الغيرت برسوم الايام، عرفتي الشايل بصدر القيامه، يما هذا انا الغريب الما لقمتون تشيل جنازته وتفزع عمام، يما تنغصت من عيشه العوز من ضيم المصايب والملامه، بعدنا بلا عرس والوادم تقول ما حد عرس بذول اليتامى، يما بعدنا بلا عرس والوادم تقول ما حد عرس بذول اليتامى، يما منشك ضيم يردني للضيم ويجي المرتاح يقتل سم كلامه، لا تبكين يما العالي موجود، يجي يوم ويعرسون النشامه، ويجي يوم تلاقى بغربة الموت وترد العافية الحضن اليمامي، ترد العافية الحضن اليمامي. ليش هيك؟ شو تسوي بعد؟ انت تدري اني كل شفت نقت اول حلقة لي بالبصرة وتريد تبكيني. الله يخليك. هي مشكلة. اول مرة احس بنعمة وجود امي، شايف ان امي عايشة اشتقيت لها. مصيبة والله مصيبة، يعني مشكلة والله اشتقيت لك يمه. ليش اسوي؟ ما بيها اي طعم والله العظيم، ما بيها اي طعم حياة بدون الام. والخيانة لا كافي على الله حتى شعر ما